ليس بيننا وبين أمانينا إلا دعوة مستجابة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما في الدعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا. أن الدعاء يجمع بين العبادة القلبية والعبادة الظاهرة، والدعاء من أيسر الأمور على المسلم ومن أعظمها عند الله، ثم من أعظمها أثرا على المسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهم أمور العبادة التي خلقتم لأجلها هو دعاء الله سبحانه وتعالى. أن أعظم سبب لاستجابة الدعاء أن يخلص لله سبحانه وتعالى، أن تستشعر أنك تناجي الله عز وجل.